قصتنا بتبتدي بتقرير بيعرفنا إن جيش الهند وجيش باكستان خاضوا 4 حروب في 60 سنة اللي فاتوا، ولكن في وكالة جاسوسية في كل بلد من البلدين بيحاربوا بعض كل يوم وكل لحظة، وهي وكالة الاستخبارات الهندية ووكالة الاستخبارات الباكستانية. وبعدين بنشوف واحد بيجري من أشخاص وبيتكلم في التليفون وهو خايف وبيقول في حد ماشي ورايا، قلت لكم إن هم هيلاقوني فساعدني بسرعة وخرجني من هنا. وبعدين ده إنه يجري لحد ما وصل بيته وفتح الباب من هنا لقى رجلي لابسة في وشه. وبعدين الحمد لله بعد ما وقع بنلاقي بطلنا اسمه تايجر، وهو أخطر عميل وكالة الاستخبارات الهندية، وبيتكلم معاه ويقول له أنا مش مصدق إنك بعت نفسك ليهم. وبنعرف هنا إن الشخص ده تابع لوكالة الاستخبارات الهندية وخان بلده لصالح دولة باكستان، وقال له دفعوا لك كام علشان تخون بلدك؟ فقال له كتير كتير جدا، حتى بص وقام موريله الفلوس الكتير اللي أخدها تمن خيانته. وبعدين بيغري بشوية فلوس فأخدهم منه وقال له يا نهار أبيض دول راتب شهرين يا جدع، وقام ضاربهم في جيبه وقال له آسف لازما أخدك معايا حي أو ميت. فأخد مسدس وحاول يقتله، ولكن تايجر كان أسرع وقتله. وبعدين دخل عليه ناس من الاستخبارات الباكستانية فنط من الشباك ونزل على العربية وضرب نار عليهم، وحصل مطاردة لوقت طويل وحاول يهرب منهم، وكانوا عاملين يجروا وراه ويضربوا نار على بعض وينط من مبنى لمبنى. وبنشوف تايجر قلب ترابيزة وقعد عليها ونزل بيها من على السلم عشان يبقى أسرع، ولف جسمه وضرب عليهم نار. وبعدين نزل لقى نفسه اتحاصر من رجال الاستخبارات وفي ناس كتيرة حواليه، فطلع الفلوس اللي أخدها من صاحبنا ده. دلوقتي حد يقول لصاحبنا مين يا عم؟ ده خاين. أقول لك لا، عندك خاين للهند لكن لصالح باكستان، وباكستان دولة مسلمة. ده مش يبقى صاحبنا، ده يبقى حبيبنا. المهم صفر علشان يلفت انتباه الناس ورمى الفلوس في الهوا، فالناس اتلموا على الفلوس ورجال الاستخبارات مبقاش شايفينه وعرف يهرب منهم بسهولة جدا. وده شينوي رئيس تايجر في الشغل، وكانوا قاعدين مع بعض في بيت تايجر. فرئيسه قال له انت ازاي عايش في البيت ده كل حاجة فيه قديمة، وقال له فلوسك في البنك هتعفن ما بتصرفهمش ليه؟ فقال له بحكم شغلي بدل نسافر على طول. فقال له شينوي طيب انت جمعت كام من شغلك؟ فقال له جمعت 2 مليون و300 ألف. وبعد كده وهم قاعدين مع بعض بياكلوا فقال له رئيسه ليه لحد دلوقتي ما اتجوزتش؟ فقال له ببساطة بسبب وظيفتي. وقال له انا لسه سن صغير وعندي وقت، انت بقى لحد دلوقتي ليه ما اتجوزتش؟ فرد عليه وقال له انا لقيت حب حياتي، كانت ست جميله وحبيتها جدا، واللي وقف في طريقنا وما اتجوزناش هو الشغل، فاخترت وجبه عن الحب. فتايجر قال له طب انت ندمان على اختيارك ده؟ فرد عليه وهو متاثر جدا وقال له كل يوم بيعدي عليا بندم فيه اني اخترت شغلي عن الحب. وبعدين جاله مكالمة وقال لتايجر اجهز عشان مهمتك الجديدة. وبنشوف هنا الرئيس شينوي بيعرف تايجر على المهمة وقال له ان الهند تمتلك نظام مضاد للصواريخ بيقدر يوقف اي صاروخ قادم من باكستان، وفي بروفيسور مشهور اسمه انور جمال وهو اللي شارك في تطوير نظام مضاد للصواريخ بنسبة كبيرة، واحنا شاكين فيه انه بيشارك معلوماته لباكستان، وهو بيدرس حاليا في جامعة في ايرلندا، فمهمتك انك تراقبه بس وتجمع معلومات عنه. وبعدين بنشوف تايجر تاني يوم راح له الجامعة اللي بيدرس فيها وحاول يقرب منه ويكلمه وهو مش مدينه اي اهتمام خالص، فسابه ودخل. فتايجر قعد يستناه لحد ما يخرج، فاستنى كتير لحد ما خلاص جاب اخره وعايز يروح الحمام وخايف البروفيسور يخرج، فقرر يروح. وهو رايح البروفيسور خرج وكان هيعيط حرفيا، وركب العجلة وراح وراه وقرب منه وقال له انا محتاج اتكلم معاك ضروري. والبروفيسور قال له مش فاضي، لازم اروح اكل الكلب بتاعي. وده انه ماشي وراه لحد ما وصل لبيته وما كانش راضي برضه يتكلم معاه. وشوية والبروفيسور خرج مع الكلب بتاعه، فتايجر قرر يدخل البيت، فدخل ولقى بنت بترقص وهي بتنظف. وبعدين تايجر افتكر كلام رئيسه شينوي لما كان بيعرفه على المهمة ان في بنت مسموح ليها هي بس بدخول بيت البروفيسور اسمها زويا، وهي بريطانية من اصل هندية. وبعدين لفت وشافته وهو سرح في حتة تانية خالص لما شافها وطردته من البيت وطلع، وده انه مستني بره البيت على ما البروفيسور يرجع. والليل دخل عليه وخرجت زويا وقالت له انت لسه قاعد؟ وقال لها انا مستني البروفيسور يرجع. فقالت له هو بيطول جدا بره. فقال لها انا ما اعرفش حد هنا، ممكن تعرفيني على فندق قريب؟ فقالت له موجود في طريقي تعالى معايا. ووصلته الفندق وقالت له ادخل اسال في غرف فاضيه.
فدخل ولقى ست فسألها في غرف فاضية، قالت له أيوة موجود، فقال لها شكرا شكلك جميل النهاردة وسابها ومشي. فاستغربت جدا من اللي حصل وخرج وقال لها ما لقيتش غرف فاضية، فودته الفندق تاني ودخل وقال مساء الخير من غير ما يتكلم في مواضيع. فالراجل قال له أساعدك ازاي؟ فقال له أنا اسمي منيش، وبعدين شكره ومشي. فالراجل برضه استغرب من اللي عمله وخرج وقال لها ما لقيتش برضه. فقالت له في فندقين قدام اسأل هناك، وسابته ومشيت. وده انه ماشي وراها لحد ما روحت البيت. وبنعرف هنا ليه ما كانش عايز يسكن في الفندق، كان عايز يسكن معاها ومنها يبقى جنب البروفيسور، وعمل نفسه نايم فاخدت بالها منه وقالت له تعالى. فما صدق وجري ناحية الباب قالت له لا اطلع على المواسير. فبيستهبل قدامها فقالت له استنى هجيب لك حاجة تساعدك. فدخلت وهو اتأكد ان مفيش حد حواليه فطلع على المواسير في ثواني. فطلعت ملتوش تحت واستغربت انه طلع بالسرعة دي. فقالت له هات 100 يورو عشان تسكن في الأوضة اللي جنبي. فقال لها 100 يورو اكتر من ليلة في فندق. فقالت له خلاص خليك على الكنبة بره في الشارع. فوافق على طول وخدت ال 100 يورو منه وقالت له انت بتشتغل ايه؟ فقال لها انا كاتب وبكتب عن الهنود اللي زي البروفيسور انور. وبعدين رجع وقال لها انا جعان وعايز اكل، ودخلته وكانوا بيعملوا اكل. فقالت له انت متجوز؟ فقال لها لا. وقالت له ليه ما اتجوزتش؟ فافتكر البنات اللي قابلهم في مهماته السابقه في الشغل وقد ايه العنف اللي عندهم. فقال لها ببساطه ما قابلتش بنات لطفاء. وتاني يوم الصبح وهم بياكلوا في مطعم قالت له ال 100 يورو اللي اخدتها منك كانت علشان التذكره المسرحيه دي، وانا هصمم رقصتها والبروفيسور هو المتكلف بيها. وقالت له انا هرتب لك ميعاد بكره الصبح مع البروفيسور انور، وسابته ومشيت. وبنشوف تايجر بيتكلم مع شخص قاعد وراه وبنعرف انه صديق تايجر وبيساعده في المهمه واسمه كوبي. وبعدين بنشوف تايجر راح المقابله مع البروفيسور انور ودخل وقعد معاه وقال له انا كاتب وبكتب كتاب على الهنود الذكيه والمشهوره اللي زيك. فقال له تمام انا مطلوب مني ايه؟ فقال له تايجر عايز ادني اقصى وقت ممكن معاك، مثلا اكون معاك الصبح وفي الجامعه وفي مكتبك واراقب اعمالك ونتكلم لما ترجع البيت واكون معاك زي الصديق الدائم. فالبروفيسور قال له انت هنا علشان تكتب كتاب عني ولا تتجوزني؟ وزويا ما قدرتش تمسك نفسها. وبعدين بنشوف تايجر مع زويا وقال لها ممكن نخرج نتعشى سوا. فوافقت وقالت له هخرج بالليل مع اصحابي فما فيش مانع تنضم لينا. فراح لهم بالليل وبيتعرف صحابه عليه. فواحد منهم اداله اسهم وقال له دورك. فاخدهم منه ورمى الاول والتاني والتالت وكلهم اصابوا الهدف. فجاله تليفون من صاحبه كوبي وكان في نفس المكان وقال له يا راجل حرام عليك مش للدرجه دي، التلاته اصابوا الهدف. فقال له معلش مش هتتكرر تاني. وبعدين بنشوفهم بياكلوا سوا. فقالت له انت شكلك مش كاتب خالص. فصديقه كوبي اللي راشق معاه في كل حته حرفيا ده انه يكح لما سمعها. وقالت له ايدك مش بتدل على انك كاتب خالص لانها فيها خدوش وكدمات وكانها ايد مصارع. وبنشوف في حد بيصورهم وهم قاعدين. وتاني يوم الصبح تايجر كان طالع اوضته وفي واحد هجم عليه وضربه ووقعه على الارض. وبيتنقل بين المشهد وبنشوف تايجر في محل ملابس مع صديقه كوبي. وكوبي قال له ممكن يكون حرامي. فقال له لا يمكن يكون حرامي، الطريقه اللي هاجمني بيها طريقه واحد متدرب. فقال له كوبي لازم المهمه تخلص بسرعه. فتايجر قرر يجيب لزويا هديه ويجيب لها كتاب عن النجوم السحريه. وقالت له عرفت ازاي اني بحب النجوم؟ فقال لها غرفتي فيها اشياء كتيره عن النجوم. ففرحت بيها جدا وعينيها دمعت. وقال لها بتبكي ليه؟ فقالت له الهديه بتفكرني بشخص مات. وبعدين طلبت منه يرقصوا مع بعض عشان البروفا. وهما بيرقصوا سرح معاها خالص وده انه يرقص ويغني معاها في الشارع وسط الناس لحد ما اتفاجئ وخبط في كوبي صديقه. فقال له كوبي انت بترقص في الشارع؟ فبص وراه ولقى مفيش حاجه خالص. فبنعرف هنا انه كان بيهلوس يخرب بيت الحب. وبعدين راح لها وطلب منها يخرجوا مع بعض وقال لها الساعه 11 بالليل في الحديقه المركزيه تكوني هناك. وبعدين راحت له وقال لها تعالي اوريكي حاجه. فوراها بط في البحر. فقالت له منظر جميل بس انت جايبني هنا عشان كده؟ فشاور لها في السماء. فبصت وكانت فرحانه وقال لها ان ده تدفق للنيازك بيحصل كل 20 او 25 سنه وفي مشهد رومانسي ومؤثر جدا. وخلاص كانوا فالحمد لله ربنا هداها وثبته وجريت. وبنشوف تايجر وهو ماشي خبط في شخص فافتكر ان هو اللي تهجم عليه قبل كده مش عارف ازاي وكانت الدنيا ضلمه. المهم لسه بيناديله فجري وزق عليه الجرسون. فتايجر قام وجري وراه ويدخل له محل ورا محل. وتايجر ده انه يجري وراه ودخل قطر وبيلحقوا تايجر وطلع فوق القطر. وهنا عربيه خبطت فيهم فتايجر وقع على العربيه والراجل ضرب نار عليه لحد ما المسدس خلص. وتايجر كسر الازاز ودخل وده انه يضربوا في بعض لحد ما تايجر رماه من القطر فاضطر يسيبه علشان يحاول يوقف القطر عشان خرج عن السيطره. فطلع فوق
فوق القطر وقلع الجاكيت ولفه على سلك الفرامل وضغط عليه لحد ما عرف يوقف القطر وسط انظار الجميع. وبعدين بنشوفه وهو حاضر في المسرحيه مع البروفيسور وشاف زويا وبصوا لبعض وفجاه اختفت. وبعدين جاله مكالمه من كوبي وقال له في حاجه غريبه في بيت البروفيسور، فخرج بسرعه وجري على بيت البروفيسور ووصل فاتفاجئ ان زويا هي اللي هناك وقال لها انت كنتي في المسرح، وشافها وهي بتنقل المعلومات من كمبيوتر البروفيسور وافتكر الراجل اللي هاجمه في اوضته قبل كده وهاجمه لما اتعرف على زويا، فعرف انها جاسوسه من المخابرات الباكستانيه وقال لها انت جاسوسه وعارفه ايه اللي بيحصل في الحالات اللي زي دي، وقال لها ليك اختيارين، اما تشتغلي معانا وتديني كل المعلومات او تموتي. فقالت له انا مش هخون بلدي وده هيخلي لي اختيار واحد وليك انت كمان. فقام وركب كاتم صوت ورفع عليها السلاح وقال لها انا اسمي مش منيش ولا كاتم، وكل اللي قلتهولك وحصل بينا غير الامرين دول كان صحيح. وقال لها عايز اعرف اللي شفته في عينيكي كان كذبه برضه؟ فقالت له انا كنت بعمل شغلي ومفيش حاجه غير كده. فاتضايق جدا وزعل وبعدين بص لها وضربها بالنار على طول. وبيتنقل بينا المشهد وبنشوف تايجر مع رئيسه شينوي، ورئيسه قال له هو كل مهمه لازم تموت حد. الشرطه لقت جثه هناك فقال له تايجر انا جبت السي دي اللي عليه المعلومات وما سبتش اثر ورايا. وقال له رئيسه على العموم انت عملت اللي مطلوب منك واجهز لمهمتك الجديده. فتايجر قال له انا تعبان من العمليات وده الوقت المناسب لوظيفه مكتبيه. فاستغرب رئيسه جدا لان دي مش طبيعه تايجر، وهنا بنعرف ان تايجر تعبان لان حب زويا بجد وده انه شغال في وظيفه مكتبيه، لحد ما عرف معلومات ان في اجتماع وزراء الخارجيه للامم المتحده في اسطنبول ومنهم الخارجيه الباكستانيه، فراح وطلب من رئيسه شينوي يروح معاهم في الاجتماع وقال له انت عارف ان في هناك جواسيس اكتر من الدبلوماسيين في المؤتمرات اللي زي دي، فاقنعه ووافق. وبنشوف هنا وزارة الخارجية الهندية والباكستانية بيسلموا على بعض. فهنا بنتفاجئ كلنا بزويا وبنعرف ان تايجر ما موتهاش لما ضرب عليها نار، ولكن ضرب النار جنبها ومرضيش يموتها. وهم في المؤتمر زويا سابت القاعة وقامت وقام وراها تايجر وركبت تاكسي وراح وراها تايجر ووصلوا مكان. فزويا بتقول له انت فاكر من السهل انك ترفع عليا مسدس وتقول لي بحبك؟ انا بنت تدريبها وواجبها يمنعها من الوقوع في الحب، ومن الصعب انها تقول ايوه وانا كمان بحبك، وحتى لو قدرت اقول لك بحبك مش هينفع، انا من الاستخبارات الباكستانيه وانت من الاستخبارات الهنديه، مش هيسيبونا عايشين وحتى شعبنا مش هيرضى. فسابته ومشيت وشويه ورجعت وحضنته وبنعرف هي كمان بتحبه. وهنا بنشوف تايجر بيعمل حاجة جريئة جدا في الحفلة. راح تايجر لزويا وطلب منها انهم يرقصوا سوا، فطبعا رفضت وقالت له ما ينفعش ارقص معاك. فقال لها ده مؤتمر سلام والدبلوماسيين من جميع انحاء العالم بيرقصوا مع بعض، ورفضك ده هيبين صورة وحشة لينا وان مفيش سلام بينا. فوافقوا على طلبه وهم بيرقصوا مع بعض قرروا انهم يهربوا. وتاني يوم الصبح بنشوف الرئيس شينوي بيخبط على تايجر الباب علشان يرجعوا الهند، ومن الناحية التانية بيتصلوا بزويا وهي مش في اوضتها وهما الاتنين هربوا سوا. وبعدين راح تايجر بنك وسحب فلوسه وخرجوا. وبنشوف شخص قال لرئيس شينوي ان حساب تايجر اتسحب فلوس منه، فقال له اتسحب كام؟ فقال له 47,000 دولار حوالي 2,300,000 روبية هندية. فافتكر لما كان مع تايجر في بيته وسأله جمع كام من شغله فقال له 2,300,000، فكان يقصد بالروبية الهندية. فعرف ان تايجر ما اتخطفش وهو اللي هرب بمزاجه. وبنشوف هنا تايجر وزويا راحوا لشخص علشان يزور ليهم ورق يقدروا يسافروا بيه. وهنا الرئيس شينوي قاعد مع كوبي وقال له انت عارف كم المعلومات اللي يعرفها تايجر عن منظمتنا؟ لو حد عرف المعلومات دي كل عميل حول العالم لينا هيبقى في خطر. وبعدين شخص دخل عليهم وقال له في مندوب باكستاني اختفى برضه. وبنشوف كوبي بيراجع كاميرات المؤتمر فلاحظ وجود زويا مع الوفد الباكستاني وعرف ان تايجر هرب معاها. والرئيس شينوي كان متضايق جدا وقال لكوبي في 201 دولة في العالم وفي وسط الدول دي كلها تايجر ما حبش غير باكستانية. وبنروح لتايجر فخد باله من اشخاص وشك فيهم وده انه ماشي وراهم لحد ما اتفاجئ بوجود زويا معاهم وبتقول لهم طلبتوا تقابلوني هنا ليه؟ اجتماع زي ده ممكن يبوظ الخطة. فقال لها انا قلقان عليكي لانه عميل خطير جدا. فقالت له انا كويسة ولازم تصبر شوية عن كده لان اخداعه مش بسهولة وهو مش شاكك فيا خالص وهسلمه ليك بس مش هنا لان الهنديين كتير هنا وبيدوروا عليه. وعرفته على ميعاد السفر وهيسافروا كازاخستان وقالت له اول ما نوصل هناك تقدر تقبض عليه
وتايجر واقف وسامع كل حاجة. وزويا رجعت الأوتيل وبنشوف تايجر وهو رافع عليها سلاح واتخضت منه لأنه كان متنكر في شكل تاني، فقالت له أنا معرفتكش، فرد عليها وقال لها لكن أنا عرفتك كويس، ومعرفاش ولا كلمها في أي حاجة. وبعدين بنشوفهم وصلوا المطار وكانوا متنكرين، وكانت زويا واقفة في الدور فمشيت واختفت، وتايجر راح وراها وبيدور عليها، وفجأة جت جنبه وهي متنكرة بشكل تاني وعرفته على كل العملاء الباكستانيين اللي موجودين في المطار. وهنا بنعرف انها مرضتش تخونه، وعرفته على الاتفاق بينها وبين عملاء الاستخبارات، وقالت له تعالى رحلتنا ميعادها دلوقتي، فقال لها لسه على رحلتنا ساعة، فقالت له مش هنسافر كازاخستان، وراح معاها وعرفوا يهربوا منهم من غير ما يشوفوهم، وطلعوا الطيارة وكانوا قاعدين. وقالت له انت كنت عارف قبل كده؟ فقال لها ايوه، انا قبل ما ابقى حبيب كنت جاسوس. فقالت له لما شفتني مع العملاء جيت معايا المطار ليه؟ فقال لها انا طول عمري كنت بستخدم عقلي بس، وللمره الاولى في حياتي بستخدم قلبي، وكنت عايز اشوف القرار ده هيوديني لفين. وبنروح للرئيس شينوي وهو بيقول لكوبي لازم نلاقي تايجر ونرجعه، فقال له كوبي لو مرضيش يرجع معايا، فقال له ساعتها انت عارف هتعمل ايه، ومعناها انه هيموته، وقال له ما تخليش حد يتعرف على جثته. وبنروح لتايجر وزويا وهم عايشين حياة سعيدة مع بعض في دولة كوبا. وبعدين وهم ماشيين في حد حاول يسرق شنطة زويا، وبخبرتها كعميلة استخباراتية وقعت الحرامي، واتلموا عليهم ناس حرامية وحاولوا يسرقوهم، ولكن حظهم السيء وقعوا مع 2 عملاء مخابرات واتعاملوا معاهم ودربوهم واتخلصوا منهم تماما. وكان في كاميرا صورتهم، والتسجيل وصل للرئيس شينوي وعرف انهم في دولة كوبا. والصبح بنشوف زويا كانت بتسحب فلوس من بنك، وسحبت نص الفلوس بس لان المبلغ كان كبير ومحتاج اذن من المدير، وخرجت وقالت لتايجر ان مدير البنك هيوصل بعد 20 دقيقة ولازم نستناه علشان نعرف نسحب المبلغ كله. فقال لها ماشي، وانا هروح اشتري عربية بالفلوس دي لحد ما المدير يجي. فموظفة البنك لاحظت صورة زويا في الجورنال مطلوبة للعدالة، فاتصلت بالشرطة. وبنشوف تايجر رجع بالعربية الجديدة وقعد مع زويا وقالت له خلاص الامر انتهى، عملاء باكستان هنا وكانوا منتشرين في كل حتة في المكان، وشوية قاموا ومشيوا، وفجأة مسكوا في الأتوبيس وهو ماشي، ورجال الاستخبارات جريوا وراهم لحد ما نزلوا ومسكوا في حبل وطلعوا فوق، وبعدين نزلوا في بلكونة وراحوا عند الباب علشان يخرجوا. تايجر ده انه يفتح في الإقفال بتاع ساعة وقال له ثواني، وقام فتح الباب من القفل ده وخرجوا ودنهم يجروا وينطوا من مبنى لمبنى. وهنا تايجر اتحاصر واتلموا عليه، وزويا بتهرب لحد ما اتحاصرت هي كمان، وكان شايفها تايجر ومتضايق جدا، فجريت ونطت من فوق المبنى، وتايجر كمل ضرب فيهم لحد ما عرف يهرب منهم. وبعد الفرهدة دي كلها زويا اتقبض عليها، وتايجر خد باله من صديقه كوبي في المكان. وبعدين بنشوف تايجر راح لكوبي وبيضحك عليه وقال له انت عارف كم المعلومات اللي مع زويا وهي مستعدة تيجي معانا الهند، وطلب منه يساعده ان يهاجموا عملاء الاستخبارات الباكستانيين وياخدوا زويا، فوافق يساعده. وبنروح لزويا وهي مع عملاء الاستخبارات، وحصل هجوم عليهم من عملاء الاستخبارات الهندية وكان معهم تايجر. وهنا سائق الجرار حاول يوقف العربية وخلى العربية نص كم، وبعدين تايجر نط على العربية ودنهم يضربوا في بعض لحد ما تخلص من العملاء كلهم. وبعد ما خد مصلحته قال له كوبي مع السلامة وحاول يهرب منه هو كمان. وهنا اتحاصر فخلع الباب ونط على الأشجار جنب الطريق. وبنشوف عملاء الاستخبارات الهندية والباكستانية بيطاردوا تايجر وزويا. وبعدين كان في حد ماشي بالموتوسيكل فوقعوا تايجر وركبوا الموتوسيكل ومشوا لحد ما راحوا الطيارة، وزويا ركبتها، وتايجر قال لها انا هشغلهم لحد ما تشغل الطيارة، فشغلتها. وبعدين قبل ما تطير تايجر بيحاول يلحقها بالموتوسيكل فاخد طلقة في ظهره، وكانوا بيضربوا نار على الطيارة فاضطرت تطير هي. فتايجر فاق وقام طاير بالموتوسيكل ومسك في الطيارة وركب معاها وعرفوا يهربوا منهم. وبنشوف بعد فترة تايجر بيتصل برئيسه شينوي، فقال له شينوي انت نسيت واجبك، فقال له لا انا ما نسيتش واجبي ولكن انا انسان. وقال له انت بنفسك قلت لي ان مش سهل انك تعيش مع الندم. فقال له شينوي حب العدو هو خيانة. فتايجر رد عليه وقال له انا لما وقعت في الحب ما كنتش اعرف انها عدو. فالرئيس شينوي قفل الخط وقال له بالتوفيق. وهنا قصتنا انتهت. ما تنساش لو عجبك الفيديو تدعمنا باللايك والشير مع اصحابك والاشتراك في القناة عشان تحفزنا نكمل، وتقدر تبلغنا باي فيلم انت حابب نلخصهولك في الكومنتات، وطبعا مش هنتأخر.